سواء باللعب محليا في المربع الذهبي للدوري المصري أو المشاركة في دوري المجموعات بالبطولة الإفريقية. أشار يوسف إلى أن النتائج والأداء الذي يحققه الأهلي الآن يعد بمثابة رسائل مهمة لكل الفرق التي سيواجهها الأهلي في هذه المسابقات. أما عن بركات فقال محمد يوسف المدير الفني للأهلي أنه اتفق مع اللاعب لعقد جلسة معه عقب لقاء المحلة لضيق الوقت بين مباراتي إمبي والمحلة، مشيرا أن هذه الجلسة ستتضمن مناقشة بركات حول قرار اعتزاله ومعرفة نيته في الفترة المقبلة. وأوضح يوسف أنه يحتاج لمجهود بركات في هذه الفترة بعد أدائه المتميز، متمنيا أن يستطيع للوصول معه إلى حل خلال الفترة المقبلة. تأكد غياب عماد متعب عن مباراة المحلة. حصل التهابات في الفقرة الرابعة والخامسة أدى إلى تقلصات في عضلات الظهر. دي ربنا يستر وما تكونش القديمة لا قدر الله، يعني الأنباء بتقول إنها القديمة، لا قدر الله ما تكونش القديمة، لأن لو قدر الله لو هي القديمة هياخد فترة طويلة قوي عقبال ما يرجع، يعني هياخد له كذا شهر عماد عقبال ما يتعب عقبال ما يرجع. ما تمنالوش ده إن شاء الله، وتبقى الأمور تحتاج وقت بسيط يعني. كابتن محمد يوسف عمل جلسة خاصة مع دومينيك وقال له أنا بثق في قدراتك جدا وأتمنى أن تصل للمستوى الذي يؤهلك لأن تكون لاعبا أساسيا. الخبر برضه بيقول أن محمد يوسف بيرفض التفريط في دومينيك. جده هيرجع فجر الثلاثاء بعد انتهاء فترة إعارته وإجراء العملية في ترقيع عظمة في وجه القدم للتخلص من آلام الشرخ الإجهادي الذي تعرض له. من المقرر أن يحصل جده على راحة لمدة عدة أيام يبدأ بعدها التأهيل من إصابته. الشفاء إن شاء الله لجده، أتمنى له يا رب كل خير بإذن الله تعالى. ناخد شوية رسائل وبعد كده نطلع لفاصل. اليس يشوف مباراة نهائي أوروبا وجبال الجماهير تهتف وتصفق للفريقين والفائز يصفق للمهزوم. إيهاب محمد أحمد من حلوان. ما رضيتش أتكلم عن الموضوع ده لأن أنا اتكلمت عن الموضوع ده كتير، جدا ولو رجعت حلقاتي كلها